سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. بدء امتحانات الشهادة المتوسطة اليوم. افتتاح مدرسة ابتدائية جديدة بمديرية غونيه. الإريتريون في بورسودان يحتفلون بعيد الاستقلال. عدد النازحين في العالم يبلغ مستوى قياسيا ويتجاوز 117 مليون شخص. الصين تدعو إلى تعزيز بيئة الأعمال وتطوير التعاون مع المملكة المتحدة. بكين تنتقد وزير الدفاع الفلبيني بسبب تصريحات حول التهديد الصيني. السلام عليكم ورحمة الله. بعث قادة سلطنة عمان ولبنان برسائل تهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. وعرب سلطان عمان هيثم بن طارق ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بموفور الصحة للرئيس أفورقي والتوفيق في مهامه ولإريتريا وشعبها الرخاء والازدهار. كما أعرب القادة عن رغبة بلدانهم في تطوير العلاقات الثنائية مع إريتريا. بدأت اليوم 3 يونيو الامتحانات الوطنية للصف الثامن للعام الدراسي 2025-2026 في البلاد وكذلك في السودان والمملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 5 يونيو، ويجلس فيها 68,197 طالبا وطالبة، 48% منهم من الإناث في الامتحانات في 535 مركز. ومن بين مراكز الامتحانات مركزين في مصلحة السجون والإصلاح، ومركزين في مدارس الصم والبكم، ومركز في كسل بالسودان، ومركزين في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية. وستجري الامتحانات في 5 مواد، وهي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتعليم الاجتماعي والتربية الوطنية. وقد أعلنت وزارة التعليم سابقا أنها خصصت أكثر من 8,000 موظف ووفرت التسهيلات اللازمة لإجراء الامتحانات. افتتحت في دار الضاحية ديلي بمديرية غونيه مدرسة ابتدائية جديدة بتكلفة تجاوزت 3 ملايين نقفة. وأوضح مسؤول فرع التخطيط العمراني والإسكان في إقليم الكاشبركة المهندس منقسة أبرهاني إلى المدرسة الجديدة التي أنجزت بتعاون إدارة الإقليم وقوات الدفاع والشعب تضم 5 فصول دراسية إلى جانب مرافق وبنى تحتية. من جانبه أكد مدير إدارة ضاحية ديلي السيد أبو هشاندي أن إنشاء مدرسة إيماسا الابتدائية يجسد الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير فرص التعليم للجميع، مشيدا بالدور الذي قام به السكان وأفراد قوات الدفاع في إنجاز المشروع. بدوره أوضح نائب قائد اللواء المقدم هبت مريم قبل مسقل أن قوات الدفاع تواصل تنفيذ مشاريع تنموية بالشراكة مع المواطنين، مشيرا إلى أن بناء المدرسة يأتي امتدادا لهذه الجهود المشتركة الهادفة إلى خدمة المجتمع. وفي ختام المناسبة دعا المدير العام لقطاع الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا والقائم بأعمال مديرية غونيه السيد يماني محاري أولياء الأمور إلى مضاعفة جهودهم من أجل رفع معدلات الالتحاق بالتعليم، مع إيلاء اهتمام خاص بتعليم الفتيات. وتخلل حفل الافتتاح عدد من الفقرات الثقافية والفنية. احتفل الإريتريون المقيمون في بورسودان بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا بفعاليات تحت شعار صمودنا ضماننا. وأوضح رئيس الجالية الإريترية في ولاية البحر الأحمر السودانية السيد عند مريم هبت ميكائيل أن الاحتفال بالاستقلال هذا العام يأتي بالتزامن مع تحقيق مسيرة الاستقلال الاقتصادي من جهة، وأنشطة التصدي لإبراز ثمرتنا الحقيقية وضمان سيادة القانون من جهة أخرى النتائج المثمرة. وقال سكرتير الجالية ورئيس الشباب السيد جعفر محمد عثمان إن الجالية تعمل على تعزيز وحدة وتضامن الشعب الإريتري من خلال الحفاظ على ثقافته وتقاليده والمساهمة في برامج التنمية الوطنية والتصدي للمؤامرات والعدائيات بوعي
وحل المصاعب الاجتماعية للمواطنين وتعريف الجاليات الأخرى بالثقافة والهوية الإريترية. وشكر كل من ساهم في إضفاء البهجة على هذا الاحتفال الوطني الجميل. وشهد الاحتفال الذي حضره عدد كبير من الإريتريين والضيوف المدعوين عرضا مميزا قدمته فرقة شباب الجالية. كما احتفل الإريتريون في كسلا بالذكرى 35 لاستقلال البلاد. قامت وزارة الصحة بالتعاون مع مركز البحوث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بتخريج 24 مدربا في 2 يونيو تم تدريبهم على إدارة الوثائق في دورة استغرقت أسبوعين. وأوضح السيد يماني تعدل القائم بأعمال المدير العام للشؤون الإدارية والمالية إن التدريب شمل تنظيم الوثائق وحفظها ومراجعة الوثائق والتعامل معها وأرشفة الوثائق وإدارة الوثائق الإلكترونية والبيانات الوصفية وتسجيل قواعد البيانات وإدارة الوثائق الطبية. وقال إنه سيتم تنظيم دورات مماثلة في جميع الأقاليم حثا المتدربين على تطبيق المعرفة التي اكتسبوها ونقلها إلى زملائهم. بدوره أهاب السيد هايل مريم عند مريم الذي قدم تدريب بالمشاركين للعمل بمسؤولية في إدارة الوثائق مشيرا إلى أهمية الدورة ومحتواها. أفاد أساتذة وطلاب قسم علم النبات في مدرسة حقات الزراعية والفنية أنهم يعملون على توسيع الزراعة بدون تربة. وأوضحوا أنهم أثبتوا عمليا من خلال تجاربهم وأبحاثهم إمكانية تحقيق إنتاجية وافرة باستخدام الزراعة بدون تربة، مما يسهم في توفير أعلاف حيوانية بتكلفة منخفضة. وذكر الطلاب أن المواد الخام الوحيدة المستخدمة هي الماء والبذور، وشرحوا طريقة الزراعة والاستخدام وفوائدها للحيوانات. وقال مدرس علم النبات الأستاذ تدروس مكنن إن بذور الذرة الشامية والدخن المحضرة يتم غسلها جيدا ونقعها في الماء لمدة 6 ساعات، ومن الزراعة للاستفادة منها في تغذية الدجاج والأرانب والخنازير والأبقار والأغنام. وأشار إلى أن أسلوب الزراعة هذا لا يتطلب مساحة كبيرة وهو منخفض التكلفة، ويمكن تطبيقه بسهولة في المناطق الحضرية والريفية، ويقلل من نفقات المزارعين بأكثر من 50%. من جانبه أشاد مسؤول مدرسة حقات الزراعية والفنية الأستاذ ملاك برهانه بالطلاب والمعلمين على الأبحاث والتجارب الجديدة التي تجري كل عام لضمان الأمن الغذائي للماشية وتغيير جودة وكمية منتجات المزارعين. نظم شباب مديرية سجنيتي بمشاركة موظفين من مختلف المؤسسات الحكومية جولة تفقدية إلى عدد من المشاريع والمواقع التنموية، وشملت الجولة زيارة سدي لوغو ومسلام ومحطة توليد الطاقة الشمسية في دركم حري ونصب الشهداء التذكاري في المدينة، إضافة إلى مؤسسة إنتاج الألبان ومشتقاته واللحوم التابعة لمؤسسة الغلال والمواشي. وخلال الزيارات تلقى المشاركون شروحا مفصلة من المختصين والقائمين على إدارة هذه المشاريع حول طبيعة أعمالها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق قدم المدير التنفيذي لمؤسسة الغلال والمواشي السيد كبراب إبراهام عرضا حول مستوى التطور الذي بلغته مؤسسة إنتاج الألبان واللحوم، مستعرضا خططها وبرامجها المستقبلية الرامية إلى رفع الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية. وفي جانب آخر عقدت جمعية منتجي العسل في أباحنة بمديرية سجنيتي اجتماعا لتقييم أنشطتها المنفذة خلال عام 2025، حيث تمت مناقشة أبرز النجاحات والتحديات ووضع تصورات للبرامج المستقبلية. أوضح رئيس الجمعية الأستاذ تسفالد رؤسو من الجمعية التي تضم 42 عضوا تمتلك 676 خلية نحل حديثة و114 خلية تقليدية، وتمكنت خلال عام 2025 من إنتاج نحو 120 كنتالا من العسل. من جانبه دعا مسؤول الزراعة في المديرية السيد إياسو أسفا والمزارعين ومربي النحل للاستفادة من الإرشادات الفنية المقدمة من المختصين والعمل على تطوير إنتاجهم، مع التشجيع على توسيع استخدام خلايا النحل الحديثة لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية.
أظهر تقرير دولي حديث أن عدد النازحين قسرا حول العالم بلغ مستوى قياسيا غير مسبوق متجاوزا 117 مليون شخص في ظل استمرار النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم. أوضح تقرير النزوح العالمي لعام 2026 أن أعداد النازحين تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يعكس تفاقم أزمة اللجوء والنزوح على الصعيد الدولي واستمرار التحديات الإنسانية المرتبطة بها. وأشار التقرير إلى أن التغير المناخي بات يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى النزوح، حيث أجبر نحو 30 مليون شخص على مغادرة مناطقهم خلال عام 2025 نتيجة الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية. وشدد الباحثون على ضرورة تبني سياسات أكثر شمولا وتنسيقا على المستويين الإقليمي والدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وتعزيز الاستجابة الإنسانية للتحديات المتنامية التي تواجه ملايين النازحين حول العالم. أعربت الصين عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة وتوفير بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية، بما يسهم في تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين. ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال مشاركته في رئاسة الحوار الاستراتيجي ال11 بين الصين والمملكة المتحدة مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في بكين إن البلدين كانا قد اتفقا على تطوير شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن التبادل والتعاون بينهما استعادا زخمهما في مختلف المجالات. من جانبها اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة وتخدم مصالح الجانبين، لافتة إلى أن تعقيدات الوضع الدولي تجعل الحوار والتعاون بين لندن وبكين أكثر ضرورة. يذكر أن الصين هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وتشهد العلاقات الصينية البريطانية تحولا نحو التقارب وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بقيادة حكومة حزب العمال الجديدة. اتهمت الصين وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو بعدم إظهار الامتنان للسلع الصينية الأساسية واستغلال القضايا المتعلقة بقوت الشعب لأغراض الاستعراض السياسي، وذلك عقب تصريحاته التي وصف فيها الصين بأنها تشكل تهديدا. وقال تيودورو لرويترز إن الصين لا تزال تشكل تهديدا خطيرا دون إظهار أي نية حسنة على المدى الطويل، رغم عرض بكين مؤخرا تقديم الأسمدة والوقود خلال فترات النقص المرتبط بالحرب. وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن تلك التصريحات تظهر أن تيودورو مدفوع بمصالحه الشخصية فقط ويتجاهل صالح الشعب. وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم الوزارة للصحفيين: إذا سمح لهؤلاء الأفراد بالتصرف كما يحلو لهم فكيف ستستمر الصين في تقديم المساعدات والإمدادات إلى الفلبين؟ توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة وربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية فإن ظاهرة النينيو هي ارتفاع دوري في درجات حرارة سطح الماء في وسط المحيط الهادئ وشرقه، وتستمر عادة ما بين 9 أشهر و12 شهرا. وقالت المنظمة إن مياه المحيط الدافئة تغذي تطور ظاهرة النينيو، وتوقعت درجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء العالم من يونيو إلى أغسطس. ورجحت المنظمة استمرار الظاهرة حتى نوفمبر وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. في الختام سيداتي وسادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة اليوم. افتتاح مدرسة ابتدائية جديدة بمديرية غونيه.
الإريتريون في بورسودان يحتفلون بعيد الاستقلال. عدد النازحين في العالم يبلغ مستوى قياسيا ويتجاوز 117 مليون شخص. الصين تدعو إلى تعزيز بيئة الأعمال وتطوير التعاون مع المملكة المتحدة. وبكين تنتقد وزير الدفاع الفلبيني بسبب تصريحات حول التهديد الصيني. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم.